لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا المقر رقم 4 الذي زرته اليوم، وهؤلاء الشهداء، هؤلاء الأطفال في عمر الورود، أطفال صغار، طفل لم يتجاوز عمره السنة. انظروا إليهم، انظروا إليهم، انظروا إلى هؤلاء الأطفال، ما ذنبهم؟ وإذا الموءودة قتلت سئلت بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب يقتل هذا الطفل؟ أريد أن أسأل العالم، إذا كنا نريد أن نسأل بشار الأسد، فبشار الأسد رجل وحش، رجل شكله شكل بني آدم، ولكن حقيقته أنه إنسان وحش لا يحمل بين جنبيه قلب بني آدم. هو قاتل، ابن قاتل، مجرم، ابن مجرم. هو ومن وقف معه وقتل معه سيقفون جميعا أمام رب العالمين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سيكون حسابهم عسير عند ربهم، وسنحاسبهم بإذن الله في هذه الدنيا حسابا عسيرا. أقول ما ذنب هؤلاء؟ إن كنتم تملكون الشجاعة فرجالنا في ميادين القتال، وإن كنتم تملكون سلاحا فنحن نملك إيمانا، وإن كنتم تملكون قوة فنحن نملك إرادة وثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا الطفل الذي فقد والده وفقد أمه وفقد إخوته، ما ذنبه يا بشار الأسد؟ أسأل الله أن يروع أولادك كما روعت أولادنا، أسأل الله أن ييتم أطفالك كما يتمت أطفالنا، ولكن نشكو أمرنا إلى الله عز وجل، ونرفع ظلمنا إلى الله عز وجل، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقول إياك أن تظن أننا نقول ذلك من ضعف أو من خور أو من هزيمة. جوعتنا على مدى أشهر، منعت عنا الطحين والخبز والمواد الغذائية، قطعت عنا الاتصالات والكهرباء والماء، وبرغم كل ذلك في كل يوم نتعرض للقصف وللقتل، وبرغم كل ذلك نحن صابرون ثابتون منتصرون بإذن الله، لأننا نملك إيمانا كالجبال الرواسي، ولأن عندنا إرادة لا تفل، ولأن لنا شبابا ورجالا ونساء أبوا إلا أن يثبتوا على هذا الطريق. أسأل الله عز وجل النصر والفتح المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.